عارف فيلم الجميلة والوحش؟ أهو الوحش ده طلع حقيقي. الحكاية بتبدأ في جزر الكناري سنة 1537 لما اتولد بيتروس جونسالفوس، طفل جسمه ووشه مليانين شعر لدرجة إن الناس افتكروه من الحيوانات. ولما وصل لسن 10 سنين بقوا يحطوه في قفص زيهم ويأكلوه الأكل ني ومش معتبرينه من البشر خالص. مش كده وبس، دول خرجوه من البلد كلها وبعتوه هدية للملك هنري الثاني لما مسك حكم فرنسا سنة 1547. اكمن الملوك وقتها كانوا بيتفشخروا بالهدايا والحيوانات الغريبة، والملك ساعتها افتكروا انه انسان الغاب وانه متوحش، ففضل يعامله بنفس المعاملة لحد ما نطق بيتروس باسمه. هنا بقى جابوا له الدكاترة اللي شافوا انه اكتشاف وازاي بني ادم يكون بالشكل ده، ومن ساعتها حياته اتغيرت شوية. الملك خرجه من القفص وجاب له مدرسين يعلموه الفرنساوي ولبسه هدوم زيه زي الوزراء اللي في القصر، وكمان بقى ياكل اكل مطبوخ، وكل ده علشان يخليه فقرة للضحك قدام ضيوفه ويتسلى بعياله. يعني بمعنى اصح بقى يتعامل معاه زيه زي اي حيوان اليف مربي. وبعد وفاة الملك هنري الثاني قررت مراته كاثرين دي ميديتشي انها تجوز بيتروس، وده عشان يخلف لها عيال بنفس الشكل. شكلها كده كانت عايزه حاجه تسليها بعد المرحوم. المهم رسل عطا على كاثرين بنت واحد من الخدامين اللي كانت جميله جدا، وده كان سبب انها ما تشوفش العريس غير يوم الجواز. ومن كتر صدمتها في اليوم ده ساب لها بيتروس الاوضه كلها، وطبعا ما قدرتش ترفض لان ده امر من الملكه نفسها. بس مع الوقت حست كاثرين انه طيب وهادي، وبعد فتره قليله خلفت منه 4 عيال، 2 منهم كانوا بنفس حاله بيتروس. وطبعا بكده يكون حصل اللي الملكه عايزاه، فبقت توجب مع الممالك التانية بفقرات بيتروس وعياله اللي طبعا ما سلموش من الدكاتره في اي حته يروحوها عشان يعرفوا انه عن النادر ده. ومن كتر شهره بيتروس بين الممالك الاوروبيه الملكه امرت برسمه هو وعياله الاثنين اللي شبهه، والصور موجوده في المتحف الوطني للفنون في واشنطن في قسم الحشرات والحيوانات العاقله. ومع ان الملكه كانت متمسكه بيه بس جت فتره عليها وزهقت، فبعتته هدية هو وعياله لدوق بارما الإيطالي اللي بعت بنت بيتروس هدية لواحدة من عشيقاته عشان بعدها بفترة قليلة تتوفى مراته وبعدين يحصلها. وبعد أكتر من 400 سنة على قصة بيتروس اكتشف العلماء إنه كان راجل طبيعي جدا، لكن كان عنده مرض نادر الدكاترة وقتها ما عرفوش يشخصوه، واسمه فرط نمو الشعر أو متلازمة المستذئبين. وعلى حسب موقع مستشفى بوسطن للأطفال فمن أسباب المرض ده ارتفاع نسبة الهرمونات الذكورية أو زيادة حساسية بصيلات الشعر، كمان اضطرابات الغدد الكظرية، وفي حالات نادرة بتكون الأسباب أورام أو اضطرابات جينية بالوراثة. وبعد حكاية بيتروس بحوالي قرن وبالتحديد سنة 1740 كتبت جابرييل سوزان دي فيلنوف روايتها الجميلة والوحش اللي كانت بتعبر فيها عن معاناة البنات وغضبهم على الجواز من رجالة ما شافوهمش قبل كده، عشان بعدها بسنين طويلة وبالتحديد سنة 1946 فرنسا تنتج أول نسخة لفيلم الجميلة والوحش مستندة للرواية اللي كتبتها. وبعدها تيجي سنة 1991 وينتج والت ديزني النسخة الأشهر للفيلم وهي بيوتي اند ذا بيست، واللي بتنتج نفس الشركة منه النسخة الواقعية سنة 2017، ويبعدوا فيهم كل البعد عن بيتروس اللي عاش حياة ما تلقش بيه ولا بقلبه الطيب.